لو فتحت خريطة الطيران وركزت على مكة هتلاقي إن الطيارات مش بتمر فوق الكعبة. طب تفتكر إيه السبب؟ في ناس بتقولك إن في مجال مغناطيسي بيمنعهم، وفي اللي بيقول الطيارات بتضيع فوقها، أو إن ده مكان مقدس وفيه طاقة ربانية. بس يا ترى إيه الحقيقة؟ وفعلاً مفيش ولا طيارة بتعدي من فوق الكعبة؟ تعال نبدأ الحكاية من الأول. هل فعلاً الطيارات ما بتعديش من فوق الكعبة؟ فعلاً مفيش طيارات مدنية بتمر فوق الكعبة. لو فتحت أي تطبيق لتتبع الطيارات زي فلايت ريدر هتلاقي الطيارات بتلف حوالين مكة، لكن مفيش طيارة بتعدي فوق الحرم مباشرة. طب ليه؟ هل بقى الموضوع ديني ولا علمي ولا أمني؟ الحقيقة مزيج من كل ده. في شائعة مشهورة جداً بتقول إن في مجال مغناطيسي فوق الكعبة بيخلي الطيارات تتلخبط أو تقع، بس ده مش حقيقي. مفيش أي مصدر علمي موثوق بيقول كده، ولا في أي طيار قال إن أجهزته باظت وهو بيعدي فوق مكة. يعني الموضوع مش له علاقة بمغناطيس ولا طاقة ولا GPS. يبقى ليه الطيارات مش بتعدي؟ تعال نشوف الأسباب الحقيقية. الكعبة مش بس مبنى ديني، ده قلب العالم الإسلامي كله، مكان مقدس بيتجمع فيه ملايين كل سنة. وعلشان كده المملكة العربية السعودية قررت تمنع مرور الطيران فوق مكة، تقديراً لقدسية المكان ومنعاً لأي إزعاج أو تلوث صوتي. الطيارات وهي بتعدي بتعمل دوشة مرعبة. تخيل كده طيارة بتعدي على ارتفاع 3000 قدم فوق مئات آلاف البشر اللي بيصلوا. طبعاً مش منطقي. نيجي للسبب التاني. مكة دايماً زحمة، وفي موسم الحج والعمرة بتبقى مليانة بالبشر. ففي حالة لا قدر الله لو حصلت مشكلة في طيارة وسقطت أو عملت emergency landing، ده معناه كارثة إنسانية. علشان كده تم تصنيف المنطقة دي كنو فلاي زون، يعني منطقة محظور الطيران فوقها. ونيجي بقى للسبب الثالث اللي ناس كتير مش بتفكر فيه. مكة موجودة وسط جبال، منطقة تضاريسها مش سهلة ومرتفعة، فالطيران فوقها مش آمن 100%. يعني مش بس علشان الحرم، لأ، كمان علشان المكان حوالينه مليان قمم جبلية، وده بيخلي الطيران المنخفض خطر، وممنوع الطيران فوقها مدنياً أو تجارياً أو حتى عسكرياً إلا بإذن خاص جداً. يعني حتى طيارات الدولة ما بتعديش فوق الحرم كده عادي. نيجي بقى لحبة الخرافات اللي لازم نوضحها. البوصلة مش بتتلخبط فوق الكعبة، ولا في جاذبية بتشد الطيارات، ولا GPS بيبوظ. كل دي شائعات اتقالت واتكررت لحد ما الناس صدقتها، بس مفيش دليل واحد علمي أو جوي بيأكدها. لو عجبكم فيديو النهاردة ياريت تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم الفيديوهات الجاية.